بتاعت ده بياخد كام وده بياخد كام. طبعا مجدي عاش في اوروبا، ما اعتقدش يعني في ممكن حد الطرح بيبقى مسألة فلان بياخد 50 مليون وفلان، كل واحد بياخد حسب امكانياته وقدراته. النهارده انا كنت بجيبه ب 83، ممكن يكون في اتحاد جدة كان بياخد 100,000 يورو. فالقضية بتختلف من ظروف نادي لنادي وامكانيات نادي لنادي. يعني ممكن مستر جوزيه بعد كده ينتقل ياخد في حتة تانية بعد النادي الاهلي، ممكن ياخد 200,000 يورو 150,000 يورو. فانت ما بتحسبش، انما بتحسب كفاءة الراجل في تاريخه ومشواره الكبير اللي قضاه في الملاعب. طب هل تستطيع الأندية الأخرى أنها تجاري الأهلي بالشكل ده؟ لا، هي مش مسألة بقى إن أنت ما تحطش مسألة إنه الأندية تجاري يا أستاذ عبد الناصر. لابد إن كل الأندية تشتغل إذا كان تفكيرها في أنا اللي أنا شايفه يعني حوالي 3 4 فرق أو 5 فرق اللي هم بيحاولوا بيصارعوا من أجل بطولة الدوري العام. الباقي ما بيدور على مركز رابع، لو حارب على ثالث عشان يخش كونفدرالية يلعب بطولة عربية. الباقي عايز يتواجد في وسط الجدول أو ما ينزلش. فأنا مش هقول إن إمكانيات النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو النادي الإسماعيلي المفروض يبقى فيه المصري، فيه الاتحاد، يعني فيه الأندية الشعبية دي لابد إنها يعني تبقى قوية. وأنا سعيد جدا إن النادي المصري اختياراته قوية ومع الوقت هيبقى تيم قوي. فالنادي الأهلي زي ما قلنا الهدف الأساسي واللي هو بيفكر فيه ازاي انا العب وابقى زي مازيمبي، لان اذا انا ما بصيتش المازيمبي ده يعني مش هاخد بطولة افريقيا. بالظبط. فمازيمبي يعتبر افضل تيم. احنا كنا بنتصور انه بياخد البطولة يعني بالغش وبالخداع وبالفلوس، لكن مجدي ذكر حاجة كويسة جدا، انه هناك رجل اعمال بيصرف على الفرقة صرف غير عادي، ملياردير زي جمال الوالي في المريخ. والدخل يعني النهارده مازيمبي من المباراة النهائية خد كام يا استاذ عبد الناصر؟ انت بتلعب اول مباراة مش عارف مليون ب4 مليون 8 مليون 12 مليون او 15 مليون. يعني الفاينل خد فيه كتير طبعا، فهو خد مبلغ كبير. فالمبلغ الكبير ده هو ما عنده مدرب من السنغال بياخد كام؟ هياخد 20 30 الف يورو. بالعكس ده كده لو جاب مدرب اجنبي وصرف عليه خلال الموسم الجاي ممكن يحتفظ ببطولة افريقيا. فانا النهارده لما اقول ان النادي الاهلي بيعمل الخطوات دي، يجب ان نادي الزمالك يبقى برضه بيعمل الخطوات دي، لان برضه في شيء مهم جدا ان في رجال اعمال بتساهم. لكن النادي الاهلي كنادي اهلي ومؤسسه وجماهيريه ودخل اعلانات ودخل جمهور مش هيبقى زي زمان ان الكوره والتلفزيون والاعلانات